السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علي بولي رئيس جمعية بصمات للتربية والثقافة رعاية نيتيك. مرحبا بكم في هذا المنبر ديال مواطنة نيوز. كنشكر الاخوان اللي قائمين على هذا المنبر ديال ايصال صوت الحق بخصوص لقاء اليوم، لقاء عن موضوع الدعم ديال جمعيات نيتيك الذي خصته مجلس جماعة نيتيك للنسيج الجمعوي بنيتيك. فهذا اللقاء ان شاء الله هنا غادي نهضروا على هذه الامور اللي بقات تتشجع ما بين الفاعلين الجمعويين هذه الايامات. فبخصوص هذه المساله ديال الدعم المقدم اللي هو دعم عمومي المقدم للجمعيات في نيتيك، كان هناك اعلان من المجلس الجماعي لنيتيك، اعلان بطلب عروض دعم مشاريع الجمعيات وبرامج الجمعيات في نيتيك. كان فات استهداف في اجال 22 في الشهر اللي فات، الشهر هذا ديال تسعود. الاساس كان فيه هذا الدعم هذا في البرنامج كان هناك واحد دفتر تاملات، وكذلك كانت تم بدايه ديال وضع الملف في المصلحه مكتب الضبط المصلحه الاقتصاديه. كاين من غير دفتر تاملات كاين ما يسمى بدراسه المشروع او بطاقه تقنيه المشروع ودراسه الجدوى ديال المشروع، وهي الاهم اللي بغيت نناقشها في هذا الموضوع ان شاء الله، وكذلك بطاقه ديال المعلومات ديال الجمعيه. الاستاذ علي مؤخرا خلال هذه السنه هذه تم اقصاء الجمعيه ديالكم من المنحه، كيفاش تلقيتوا هذا الخبر هذا الساعه وانتم كجمعيه نشيطه في مدينه عين الشيخ؟ اولا كجمعيه بصمات للتربيه والثقافه اللي كتشتغل في الميدان التربوي الثقافي، ميدان الطفوله كذلك ميدان الشباب، لانها سير الحمد لله وبرامج مميزه في المشوار ديالها. هي جمعيه اللي كيسيرها وكيديرها اساتذه في المكتب ديالها، وتلقاو الخبر ديال الاقصاء ديالهم او شبه اقصاء، لانه بمثابه اللي كاين المقترح او المحضر ديال اللجنه المكلفه بانتقاء المشاريع. كانت هناك ما يسمى بتقسيم الجمعيات الى 3 مستويات، فجمعيه بصمات تصنفت في المستوى الثالث، هذا يعتبر اقصاء الجمعيه. فكان الخبر ما كيفرحش بالنسبه للاطر والدكاتره والاساتذه اللي يشرفون على تسيير جمعيه بصمات للتربيه والثقافه. فهذه المساله خلقت واحد الصدمه بالنسبه للطريقه ديال الاشتغال ديال هذه اللجنه والمعايير التي وضعتها هذه اللجنه في انتقاء المشاريع، او حتى طريقه الاشتغال على الملفات، بما ان هذه اللجنه اصلا مكلفه بانتقاء المشاريع اللي حطت واحد الكيت شارج وطلبات دراسه ديال المشاريع. ما التفتتش اصلا الدراسه ديال المشاريع وما تعمقتش فيهم، قولوا ما قراوش كاع هاد البرامج ولا هاد الدراسات ديال المشاريع وديال البرامج ديال الجمعيات، حتى الا قراوهم راه ما فهموهمش، ما عليهم انه راه ما قراوهمش. دونك المساله ديال الانتقاء ما كانتش شي حاجه سميتها انتقاء، كان فقط تصنيف بناء على تصوراتهم الخاصه. مثلا انهم قالوا بما ان هذه الجمعيات هذو استفدوا من اوراش غادي نكلاسيوهم هما الاولين وغادي نعطيوهم 3,800 ولا حوالي 4 ديال الملايين ديال الصناديق. دونك هنا المساله ديال المستوى الثاني اللي هو فيه الخشونه اكثر على المستوى الاول. المستوى الاول جمعيات اللي ذكروا الاسماء ديالهم جمعيات مميزه في نيتيك من بين الجمعيات اللي كتقدم وكتشرف في نيتيك. لكن المستوى الثاني اللي هو اقل درجه شويه هو 3 ديال المليون، وما كيكونش قريب حتى على هذيك 3 المليون، تما كاين شي فرق بزاف. هنا كاين جمعيات اللي هي جمعيات اللي هما تشتغل في بزاف ديال الميادين، كتشتغل بزاف ديال هذا، لكن ورقيا وحضوريا بالنسبه للجمعيات. جمعيه بصمات هي من اقوى الجمعيات في نيتيك. ممكن لا جينا الاعتراف بالجمعيات ونشوفوا الادله ديالها هذه من ناحيه، لكن هنا ما تيهمناش الجمعيه اللي كتخدم ولا اللي خدمات ولا اللي ما كتخدمش، بد ما كيهمنا المشاريع اللي خاص تدعم او المشاريع اللي تحطات. هذه اللجنه حطت دفتر تحملات على اساس تعطيونا دراسه ديال المشاريع، مقترحات مشاريع تنمويه، وحاطين لي كاتيجوري. قال لك بما انه المشاريع غتكون فيها مثلا المشاريع اللي كتعلق بالبيئه، المشاريع اللي كتعلق بالرياضه، المشاريع اللي كتعلق
بتنميه القدرات، المشاريع اللي كتعلق بما يخص الشق الاجتماعي. فجمعيه بصمت حطت واحد الملف، حطت واحد الدراسه ديال المشروع اللي هو مشروع في مجال تنميه القدرات والتكوين، يعني تنميه القدرات والمهارات. هنا ندخلوا للشق ديال النوع ديال الملفات ولا النوع ديال البرامج اللي تحطت، واش كاين شي دراسه ديال المشروع ولا شي مشروع مقترح من هذا المستوى الاول ولا المستوى الثاني افضل من مشروع اللي قدمته جمعيه بصمت. المشروع اللي قدمته جمعيه بصمت هو مشروع تكوين جيل ينافس على اولمبياد رياضيات سريعه، جيل رياضياتي، علوم الرياضيات. وكلمه رياضيات اللي من طرائف فقط ان ملي كانت كتقرا السيده اللي كتقرا الاهداف ديال الجمعيات، قرات عليهم الاهداف ديال جمعيه بصمت وكانوا كيعتقدوها ان الرياضه، يعني ما فرقوش بين الرياضه وما بين علوم الرياضيات. فالاساس في هذا البرنامج هذا انه برنامج لتكوين ناشئه من الفئه الهشه ديال الاطفال ديال المستوى السادس وخامس ابتدائي عمومي، من اليتامى ومن الفئات الاسر الهشه والمعوزه، لانه كاين اطفال كيستاهلوا انهم يتخدموا ويتلقاو تكوينات وتدريبات ودروس رياضيات محضه في اولمبياد الرياضيات السريعه او ما يسمى بعلوم الرياضيات للفئات الصغرى، باش ان المستقبل يكون عندنا واحد سميتو اللي كيشرف عنايتك كالصوره التي قدمتها جمعيه بصمت سابقا لطفله لينا لمن التي كانت انشرفت المغرب في بطولات اولمبياد الرياضيات في تونس وكذلك في السعوديه ووطنيا. كانت هذه ملهمه لمشروع بصمه امان لجمعيه بصمت، اللي ان شاء الله باذن الله غادي يكون مشروع خاص بالفئات الهشه، بمعنى الفئات اللي ما عندهمش كيفاش انهم يقريو وليداتهم ماده الرياضيات ويقريو وليداتهم يخدموا على وليداتهم بدروس مكثفه في الرياضيات، وعندهم قدرات، اطفال عندهم قدرات، واطفال ديال المدارس ديال الابتدائيات ديال العنايتك عموميه نقدروا نوصلوا بهم المشاركه وتمثيل المغرب في تظاهرات كبرى عالميا. لذلك البرنامج كيحتوي على الشق النفسي، كيحتوي على الشق التعديل السلوك، كيحتوي على الشق ديال المعسكرات، كيحتوي على الشق ديال الحساب الديني، كيحتوي على الشق ديال علوم الرياضيات، اولمبياد الرياضيات، اساتذه ومفتشين تربويين، كاين تواصل مع الاكاديميه ديال التعليم وكذلك النيابه ديال التعليم، ورحبوا بالفكره وكانت واحد البادره اللي هي زوينه اننا نمشيو في هذا الشق هذا، لكن مع الاسف ما يتمكنش تمشي في هذا الشيء ب 10000 درهم. هذا المشروع بحال هذه المشاريع هذا كنظن هي افضل من المشاريع ديال البرامج اللي كتستهدف فقط النشاط او الترفيهيه، والبرامج الترفيهيه اللي ما عندهاش بحال هذا الثقل هذا اللي غادي يصنع لنا واحد الجيل اللي هو ناقص لمجال العلوم الرياضيات كتعاني فيه الدوله كلها. فهذا هو زعما خلاصه ديال الموضوع ديال البرنامج ديال جمعيه بصمت. يعني نتوما سي علي اعتبرتوا ان هذا الاقصاء ديالكم اقصاء غير مقنع، حتى الطريقه باش تلقيتوا هذا الخبر ديال الاقصاء ديالكم يعني اثر في النفسيه ديالكم، يعني كجمعيه نشيطه وكتطمح للمجال التعليمي، يعني بعيدا عن المجال التربوي والترفيهي، يعني نتوما كجمعيه تعليميه. ولكن السي رشيد، شكون اللي كتعتقد انه شنو اسباب الاقصاء؟ علاش الجماعه وعلاش هاد الناس المسؤولين ديال الجماعه قصاو بالضبط الجمعيه ديال بصمات؟ اولا الاقصاء كان قبل ما يكون، يعني كانت عندنا امور اللي هي معروفه ان جمعيه بصمات كتخدم على واحد الشق اللي ما غيفهموش الناس اللي كيسيروا الجماعه ديالنا. جماعه عنايتك تفتقر الى عقول مبدعه، كتفتقر الى الناس اللي غيفهموا بحال هذه المشاريع. جماعه عنايتك تتسيرها واحد الفئه اللي ما عندهاش مستوى ديال النهوض بالتعليم. ما عندناش في عنايتك يعني المسؤولين المنتخبون عندهم الكفاءات وعندهم القدرات وعندهم الافكار المميزه في عقلهم باش ينهضوا بالمجال التعليم اللي كيعاني منه اللي كيعانيوا منه الناس في عنايتك. دونك هنا الجمعيه بالنسبه لنا هي جمعيه ثقافيه تربويه، جمعيه كتشتغل في تنميه القدرات وتكوين الشباب، تنميه القدرات ديال الاطفال وتكوين الشباب. هنا ما جاش غير هكاك، جا لان جمعيه غير مسيسه، جمعيه ما كتنتميش لاي حزب سياسي، جمعيه ما كتطبلش حتى شي واحد، جمعيه فيها اساتذه ودكاتره ذوي كفاءات عاليه، فيها اطور في التعليم، ما فيها شيء من هب ودب، فيها الناس بالشواهد ديالهم في التاطير، فيها الناس مديري مخيمات واطور ديال المخيمات التربويه، فيها اساتذه التعليم العمومي في المكتب ديالها، فيها اخصائيين نفسيين، عندنا اطور
بالكفاءه ديالهم ماشي في المجال السياسي، وما ما تيشتغلوش ما يتعلق بالانتخابات. فلذلك الاقصاء جاء من هذه الناحيه هذه، لانه ملي كنشوفوا الجماعه كتاخذ جمعيه ما عندها حتى علاقه حتى شي انشطه اللي هي انشطه تنمويه، ولا عندها شي سي في عام ولا شي حاجه، وتعطيها تكلاسيها في الرتبه الثانيه اللي هي 3 ديال المليون ديال هذا، وتكلاسي جمعيه بصمات اقل منها. هذا يعني ان ديك الجمعيه معروفه شنو تدير. يعني مجموعه نقولوها كما تنقولوها الجمعيه ديال الرئيس ولا الجمعيه ديال شي عضو، الجمعيه ديال المنتخبون كيلقاوهم في الوقيته ديال الانتخابات. حنا ما عندناش علاقه بالانتخابات، حتى بطاقه الانخراط ديال الانتخابات ما عنديش، يعني كرئيس ديال هذه الجمعيه. فما بالك الاطر كلهم اللي عندنا، ما هاد الامور السياسيه ما كندخلوش فيها. لذلك حنا جمعيه تمثل المجتمع المدني، جمعيه غير مسيسه. خص الانسان يفرق ما بين جمعيه لابسه الكاسكيت، لابسه الكاسكيت ديال السياسه ديال شي حزب ولا تابعه لشي عضو جماعي ولا تابعه لهذا، وجمعيه ما عندهاش علاقه بالسياسه، جمعيه تربويه ثقافيه محضه كتشتغل مع الناس اللي هما فئات هشه في الميدان الثقافي والتربوي. اللي بغيتي تقول السي علي هو انكم نتوما ما لقيتوش الناس اللي تدافع عليكم داخل المجلس باش انكم نتوما تستافدوا من الدعم، يعني من الدرجه الاولى كالجمعيات الرياضيه مثلا اللي كتمارس الرياضه وخذت 40000 درهم 30000 درهم. تماما. احنا بالنسبه لنا حنا ما عندناش علاقه مع اعضاء ديال المجلس، ما عندناش اعضاء الجماعه اللي غادي نسموا انهم غيدافعوا علينا ولا غيرحبوا بالفكره ديالنا ولا هذا. كون كان عندنا اعضاء ولا الناس في الجماعه مثلا في المجلس الجماعي كنتعاملوا معهم ديك المعامله السياسيه والمعامله الانتخابيه والمعامله ديال هذا، ونحط ربما نحط غير برنامج تافه ما عنده حتى علاقه، نحط غير انشطه في الزنقه، نحط غير شي حاجه ديال ليكلون، شي حاجه ديال الترفيهيه، ما كنت غادي ناخذ 3 مليون 800. لكن انا ما كنمشيش في هذا السياق، انا ما كنمشيش في هذا النسق، وكنمشي في اتجاه بعيد على السياسه، كنبعدوا على السياسه بصفه نهائيه. ما عندناش شي حاجه سميتها تطبال ولا نمارسوا السياسه في الجمعيه. الجمعيه هي جمعيه المجتمع المدني محضه، ما كنطرشحوش، ما نصوروش الصور ديال المرشحون، ما كنصوروش الصور ديال الناس، ما كنشكروش المجلس الجماعي. بالعكس حنا دائما في الانتقاد، فيما تمشي غتلقى الانتقاد ثم الانتقاد ثم الانتقاد. السياسه ديال التسيير ديال الجمعيه ديال العناتيك اللي كتفتقر لبزاف ديال الاشياء، ماشي غير التعليم، بزاف ديال الاشياء، لكن اهمها التعليم. لانه ملي كنجيو لعناتيك كنلقاو مدارس في عناتيك ابتدائيه ديال عناتيك فيها الاكتظاظ لواحد الدرجه ما كتصورش، فيها النقص فيها النقص في المواد ديال النظافه، فيها النقص في الفضاء، فيها النقص في بزاف ديال الحوايج. عناتيك قدها مدينه قدها، ونلقاو فيها 3 ديال الابتدائيات ولا 4 ديال الابتدائيات، يعني 2 ابتدائيات اللي كاينين في المركز ديال عناتيك في وسط عناتيك عليهم ضغط لا يتصور. الناس ما كيلقاوش ولادهم فين يقراو، تيضطروا انهم يديوهم البريفي يخلصوا عليهم الفلوس. مدارس خصوصيه في الشق ديال التعليم فيه كوارث كثيره. واللي مؤسف ان اللجنه الثقافيه واللجنه التعليميه ديال اللجنه ديال الثقافه والتعليم ولا التربيه اللي كاينه في هذا المجلس الجماعي ما تدافعش على بحال هذا البرنامج اللي هو برنامج فيما يخص الرياضيات، ما عندوش علاقه برنامج بشي حاجه اخرى من غير تعليم المرء ثم التعليم المجاني للفئه الهشه. المجاني كنهضروا على الفئات اللي ما كيقدروش انهم تبارك الله. عندنا في عناتيك اطفال في المدارس العموميه ومثلوا المغرب، يعني قلت ديجا قلت انه كاينين اطفال في المدارس العموميه خاص غير اللي ياخذ بيديهم، خاصهم شويه ديال اللي يدفع بهم ويعلمهم ويخلص عليهم دروس اضافيه غير خرجوا منهم على اخره غادي نوصلوا واحد المستوى اللي رائع. نقدروا ناخذوا وليدات اللي عندهم تاثرات في المؤسسه التعليميه في عناتيك اللي فيهم المشاكل ديال التعليم، ناخذوهم ونخدموا عليهم نوصلوهم لواحد الافق اللي زوين. ولكن مع الاسف هذه الامور هذه في الجماعه ولا في عند السياسيين ديال عناتيك والمنتخبون ديال عناتيك ما كيهتموش بها، كيهتموا بالامور الاخرى اللي لا منفعه فيها. وانتم كلكم دراري بهذه الامور اللي كتشوفوها. يعني نتوما السي علي تلقيتوا الخبر ديال الاقصاء ديالكم من الدعم ولا من يعني الكلاسمون ديالكم في الدعم ديال الجمعيات لقيتوه بمثابه الاقصاء، يعني خديتوه بمثابه الاقصاء. وهذا الاقصاء هذا السي علي يمكن شنو هي الاثار الجانبيه اللي اثر على اعضاء ديال الجمعيه ديالكم؟ لانهم كيشتغلوا كيعطيو في المجال التربوي كما كنلاحظوا دابا الاجواء المشحونه ديال هذا الجيل هذا اللي طالع دابا، يعني كتلاحظ انه دون تغطيه. يعني حنا في الجيل ديالنا كانت جمعيات، كان عمل جمعوي تربوي، كانت تغطيه، كانت مجموعه من الاشياء اللي كانت كتساهم في ما يوقعش مثل هذه الاشياء اللي كنشوفوها دابا.
يعني نتوما كجمعيه شنو هو الاثر اللي اثر عليكم هذا الاقصاء هذا؟ من طبيعه الحال ان الاعضاء ديال الجمعيه والاطر ولا ديال الجمعيه الاطر الاساتذه الكرام يعني في المكتب كلهم يعني ماشي غادي نقولوا انهم محبطين ولا انهم يعني هذا، ولكن كيستفسروا بواحد الغرابه كيفاش انه حنايا يعني كنشتغلوا مع الشباب في التطوير والتكوين ديالهم، كيفاش كنشتغلوا مع واحد الجيل خاصه في الشق النفسي، خاصه في تعديل السلوك، لانه عندنا اخصائيين في تعديل السلوك، الجمعيه الوحيده اللي عندها اخصائيين في تعديل السلوك واخصائيين في الاستشاريين نفسيين وفي الوساطه الاسريه وفي التوعيه ديال الامهات، وعندنا انشطه كثيره ماشي واحد ولا جوج اللي هما لقاء التواصليه مع النساء في طرق التعامل مع المراهقين والاطفال، وعندنا لقاءات في مدارس عموميه كمدارس اعداديات وابتدائيات وثانويه، عندنا لقاءات مع الاطفال في التوعيه ديالهم في الارشاد ديالهم في التوجيه ديالهم، هادشي كامل كيصب في مصلحه جيل ناشئ، كيصب في مصلحه يعني الحضن واحتضان الشباب واحتضان المراهق واحتضان واحد الجيل اللي خاصو يتفطر وخاصو يتكون وخاصو يتواكب باش ما نخرجوش لهاد الشراره اللي خرجنا ليها وهاد التخريب اللي وصلنا ليه دابا. وكانوا كيدعموا الجمعيات اللي كيشتغلوا على المواكبه ديال الشباب وديال الاطفال، وكيدعموا الجمعيات اللي كيخدموا على التطوير ديال الشباب، على التكوين ديالهم، على التوجيه ديالهم، على هذا ما وصلوش لهاد الامور اللي كنلقاوها، ان نلقاو اطفال يعني مراهقين وشباب يعني طايش يخرب ويهرس في الامور ديال الممتلكات العموميه وفي الممتلكات الخاصه ديال الناس. لذلك حنا الاساتذه كلهم يعني ما رشقاش لهم وما عجبهمش الحال، واخدين المساطيل القانونيه باش غير نعطيك يعني بعض يعني نتوما سي علي بعد هذا الخبر ديال الاقصاء يعني واش ما فكرتوش في الطعن او مراسله الجهات الوصيه ولا المختصه بذات الخصوص ديال هذا الموضوع هذا؟ لا، من طبيعه الحال يعني من بعد الاجتماع ديال اللي انعقد يعني ديال الجامعه ديال المكتب، يعني الاجتماع ديال المكتب المنسيين، الاساتذه قرروا انه يتعطى واحد التعرض بطريقه احترافيه، بطريقه اللي هي قانونيه، يعني ما غاديش نمشيو حنايا للجماعه نطلبوا نقول لهم لا راه درتوا في حقنا راه هذا، كلشي معروف كلشي باين. دونك المساطيل اللي متبعه هي مراسلات يعني السلطات، وكنشكر من هذا المنبر يعني السيد الباشا اللي هو استقبلني شخصيا وناقش معايا الموضوع ديال الاقصاء وتواصل معايا وخدا مني شكايه ديال اللي حطتها جمعيه بصمات، وكذلك تم مراسلات يعني تم يعني وضع الشكايه لدى ولايه الرباط يعني جهه الرباط، وكذلك امن عماله تمارا، وكذلك مراسله وسيط المملكه والمجلس الاعلى للحسابات في اطار قانوني متجه ان شاء الله للقضاء، لانه هذه امور ما كتمشاش بالخير الا سكتنا على الزبونيه وسكتنا على تسييس الجمعيات وتسييس الدعم العمومي، فهذا خطا، لانه ما يمكنش الممثلين ديال المجتمع المدني يسكتوا على بحال هذه الامور هذه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. اضغطوا على الزر سبسكرايب، المرجو تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. المواطنة نيوز، صوت المواطن.